السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير ان شاء الله. النهارده بقى كده فيديو جديد وروتين جديد. بصوا هيشجعكم، يعني هيشجعكم. بصوا يعني هنعمل كده المعركة اللي انتوا شايفينها دي. آه زين هنا كان واكل شيبسي وبوزو بقى، وبصوا هنا بقعة شوكولاتة اهي. طبعا الدبان ملموم عليها، فالمنظر ده يعني حصل بسبب ايه؟ ان انا بس دخلت المطبخ 5 دقايق، قلت هعمل كوباية قهوة واشربها كده عشان افوق، وبعد كده اخرج بقى ايه اروق الدنيا دي كلها. فالمنظر ما كانش قوي كده يعني، بس هما ال5 دقايق دول ده اللي حصل فيهم يعني. هنا كمان كده على السفرة كان في الصينية بتاعت الفطار. كنا لسه فطرانين فشلتها حطيتها يعني على السفرة وكده، وقلت بقى ايه، آه اقوم بقى اول حاجة كده افتح الشبابيك بس اهوي الدنيا. وكنت شربت بقى شوية اهو، وده شوية اللي باقيين من كوباية القهوة. خلاص بقى قلت اشرب شوية دول وابتدي بقى ايه في التنظيف. بصوا بقى هنا كنت كنزي قالت لي انا هنزل يا ماما لتيتا واخد زين، قلت لها يلا يا حبيبتي مع السلامة، يعني اقعدوا براحتكم. فبس قلت بقى اقعد مع نفسي كده الم الدنيا دي. الموضوع بيبقى صعب قوي لما انا بكون بنظف وهم موجودين معايا، فاهمين؟ زين بيفضل رايح جاي بقى ماسك كده فيا في ديلي على طول. فروحت قلت بقى اجيب الباسكت ده عشان بس ما افضلش رايحه جايه. الم بقى البوزو والشيبسي، وكمان كانوا واكلين سوداني قبليها بيوم من بالليل. فكانوا خاربين الدنيا، يعني السوداني بيعمل قشر ناعم في الارض كده فما بيطلعش بسهوله. فانا عايزه اقول لكم اصلا دي البياضات البيضه اللي انا فرشاها دي، كنت لسه فرشاها معاكم في فيديو كده من يومين تقريبا. فشفتوا زي ما قلت لكم هي اخرها يومين بالظبط، يعني لو كملت اليومين كمان وعلى طول بشيلها. بس بجد يعني بتتحمل وبتلم بلاوي، يعني كل ده كان هيبقى في الكراسي بقى، وكنت هضطر ان انا انضف بقى وادعك وكده. فروحت لما بقى كل ده ولميت طبعا الورق اللي في الارض، عشان كنت ناوية اكنس بالمكنسة. فرصة بقى وهو موجود هنا بشغلها بقى براحتي، عشان هو بيخاف منها يعني. اول ما بيسمعها شغالة بيفضل يعيط ويصوت، بيخاف منها قوي. فبس رحت طلعت بقى الفرش ده. بصوا لما تلاقوا بقى فرش من اللي هو البيضات الغيار يعني بتاع الانتريه ده، يعني لو قدامكم فرصة كده ان انتوا تشتروه هاتوه على طول، يعني بجد بيلم الدنيا قوي وبيغير كمان من الشكل. وسهل ان انت تفكيه وتغسليه، فاهمة؟ وبينشف بسرعة كمان. فحلو يعني بجد بيحافظ على المكان قوي. بس اديت الكراسي بقى هنا عندي كده تنفيضة من الفتافيت بقى والحاجات اللي واقعة دي. وقلت ايه يعني انا هلم الدنيا بس كده، وممكن كمان اسبوع كده اشيل بقى كل ده وانضف تحت الشلب بتاعه الانتريه بالمكنسه. وكمان ممكن اغسل الحافظه دي، او مثلا ممكن عندي سجاد مغسول ومتشال من ساعه رمضان، ممكن احطه بقى ايه على العيد، يعني العيد خلاص قرب اهو. فهنبقى نعمل بقى التنظيفه الحلوه اللي انتوا عارفينها دي. بس هنا بقى جيت امسح الترابيزه لقيت يعني من اللي عليها مش نافع بقى رش. رش مين؟ انا لازم ادلق كده من البخاخ على طول، عشان كانت ملزقه بقى شوكولاته، وبياكل البوز والشيبسي ويسيبه كده فبيعجن كده وبيلزق في الازاز، بيبقى يعني صعب ان هو يتشال. فروحت فكه بقى البتاعه دي الغطا ودلقت كده على طول. كده احسن، يعني الترابيزه دي اصلا يعني كانت عايزه تتاخد كده وادخلها على الحمام تستحمى كده وتاخد دش. بس نضفتها بقى كده من الازاز ومن الرجول بتاعتها وكله يعني. آه كمان اليومين اللي فاتوا كنت بلاحظ كده ايه، الاقي نملة قرصتني وانا قاعدة. فكده قلت الحق الدنيا والم الموضوع كده من اوله على طول، عشان انتوا عارفين الصيف جه. والنمل بقى ايه يعني لما بيصدق كده يلاقي اي حاجة صغيرة لو فتفوتة بيجي يتلم عليها. فبس عايزين نلحق بقى نلم الدنيا كده ونسيطر على الموضوع قبل ما يكتر وكده. بس هنا بقى طلعت المكنسة وانا بكنس كده، لقيت القشر بتاع السوداني ده لازق. ففكيت اللي هي البتاعة الطويلة دي، وبشفط كده بالخرطوم على طول، بيبقى الشفط بتاعها اكتر يعني. بس كان عندي بقى اليوم ده كان في اكل قبليها يعني متبقي قبلها بيوم. وكمان الاوض كانت نضيفة تمام، ما كانش بس ورايا حاجة غير شوية مواعين قليلين قوي وكان في غسيل عايز يتطبق بس. فقلت بقى الم الدنيا هنا كده، فرصة يعني هما مش موجودين.
بس عايزه اقول لكم الجو كان حر قوي، بس تمام يعني، شغلت المروحه كده قدامي وقلت اخلص بقى الدنيا على طول. لو وصلتوا بقى يا حبايبي في الفيديو لحد هنا كده، ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وتشتركوا عندي في القناه، وتكتبوا لي كومنت كده يشجعني ان انا اصور وانزل لكم فيديوهات كتير. بصوا هنا بقى ايه، جيت احط المفرش وقلت ايه، قال يعني بعمل حركه كده شكل، فاهمين؟ بس بعد كده افتكرت بقى، قلت لا، شكل ايه؟ احترمي نفسك بقى وايه يعني، وسيبيه مكانه، وكتر خير زين اصلا لو سابوا مكانه يعني. بس والله ببقى نفسي احط حاجات وديكورات بقى وكده، فاهمين؟ بس هو يعني بحمد ربنا ان هو لو ساب المفرش محطوط مكانه. هنا بقى خلاص خلصت اهو، جبت بقى المشاية الصغيرة دي بحطها كده وخلاص. شايفين الدنيا راقت اهو في ثواني، ما خدتش وقت خالص، وكده كنت غيرت الفرش والدنيا تمام. بس هنا بقى كده خلاص خلصت، ورشيت بقى معطر وسبت الدنيا مظبوطة كده من النص اللي فوق ده. هنزل بقى على تحت الجزء بتاع السفرة، وهنا هو الغسيل. بس هو ده اللي عايز يتطبق في الأوضة، والأوضة نظيفة يعني. كنت لسه عاملاها معاكم من كام فيديو كده، وكنت مغيرة الملايات بتاعتها وتمام يعني. هنا بقى كان في صينية الأكل وهدوم بقى متعلقة، وبصوا شايفين. بس خدت بقى أول حاجة اهو، لميت الغسيل وأي حاجة بقى عايزة تدخل الغسالة. وكمان ايه كمان، كان في ادويه وحاجات كده يعني كتير، اي حد في ايده حاجه انتوا عارفين بيحطها على السفره او على البوفيه. بس عايزه اقول بقى للبنات، لو انتي لسه بتعملي يعني بتفصلي عفش او بتعملي عموله او كده، خدي بالك من المساحات عندك في الشقه، عشان انا بعد ما عملت هنا عندي سفره والنيش والبوفيه، يعني ندمت بصراحه ان انا يعني ضيقت الدنيا عندي. لو كنت عملت ركنة كان هيبقى احسن يعني. فبس مش ما ترتبطوش يعني ان لازم سفرة بقى وكده، لا. احنا كده كده مش بنقعد عليها الا لو هناكل في رمضان، او لو كنزي هتقعد تذاكر عليها بس يعني. فلو انت عروسة بقى ممكن تعملي مثلا نيش بس، او سفرة ونيش، مش لازم البوفيه خالص يعني، ملوش اي لازمة. بس هنا بقى قلت ادي الكراسي تنفيضة كده، آه، من الجنب بقى ومن تحت وكده، عشان ايه يعني، برضو كانت لما تراب جامد يعني. انا اصلا السفرة دي يعني موجودة في حياتي عشان انا انضفها وانفضها بس. بجد يعني اكتر حاجة تعباني في البيت هي دي، مش مستفيدة منها بحاجة خالص. بس هنا بقى السفرة برضو نفس الكلام، كانت عايزة بقى دلق كده على طول، مش نافع معاها رش خالص. بس دلقت بقى كده الملمع بتاع الازاز ده، انا كنت عاملاه في البيت هنا. لو عايزين الطريقة يبقوا اكتبولي كده في الكومنتات، وبجد حلو يعني، بيلمع قوي وبينضف. بس شايفين بقى الدنيا عملت ازاي هنا. بصوا السفرة عندي هنا مفرغة كده من جوه، بس انا مش حاطة غير في مكان واحد، اللي هو الورد المجفف ده. فعايزة اجيب تاني احط في المكانين التانيين دول عشان فاضيين. كل ما اجي اجيب والله بنسى يعني، عايزة افتكر كده واجيب. لمعت بقى هنا كده ايه، اي حاجة تيجي قدامي كده على طول بالفوطة كده، طالما في ايدي على طول. هنا عملت الازاز بتاع النيش، برضو بيبقى مجير كده مكان الشباك، عشان مفتوح يعني، فاديته تلميعه هو كمان. بس هنا بقى كان فيه الحاجات الرفيعة اللي بتضايق الواحد دي، لميت بقى كل ده. ما سبتش بس عليها غير كام ازازة بتوع الدواء، عشان زين عنده برد. فقلت اسيبهم قدامي يعني، عشان يعني لو شلتهم من قدامي ممكن انسى او اكسر ان انا اديله او كده. فبس سبتهم بقى كده هنا وخلاص. والمرة دي قلت مش هفرش بقى مفارش ولا حاجة، خليها كده قدامي سهلة، عشان ابقى يعني تبقى سهلة في التنظيف وكده. هنا كمان برضو خدت الشاشة في طريقي كده بالمرة. خدوا بالكم بس وانتوا بتلمعوها يعني، الفوطة ما تبقاش مبلولة قوي يعني، فاهمين؟ عشان الشاشة ممكن تتحرق او حاجة يعني، لا قدر الله. فخدوا بالكم بقى. خلصت بقى هنا كده، وقلت ادي الارض كنسة كده على طول. آه مرضتش بقى اشغل المكنسة تاني. خلاص بقى قلت خلاص كده ايه،
مش بعرف يعني الف بيها قوي عشان الحتة بتاعت الكراسي دي ضيقة شوية، فساعات يعني بستسهل المقشة كده في ايدي. لو عندك بقى اطفال زي كده يعني بصي عايزه اقولك لازم كل يوم الحركه دي. انا لازم كل يوم لازم كنس وتلميع اي مكان زي ما انتوا شايفين كده الفواصل دي، لان زين برضو عامل عارفين عامل زي الفرخه كده، ماشي بيلقط اي حاجه بيلاقيها في الارض على بقه على طول. يبقى ماشي ماسك بسكوته في ايده مثلا يفتفت، فلازم بقى ايه نلم الدنيا كده عشان ما يجيش نمل بقى ولا اي حاجه. الموضوع سهل ما بياخدش وقت خالص، بس انا بحب اعمل الحركه دي يعني، تلميعة كده في ثواني والدنيا بتبقى كأنها اتمسحت قدامك. عايزاكي بقى كده لما تتخلصي الفيديو تتفرجي عليه وتحطي اللايك، اهم حاجة تقومي كده تشوفي ايه اللي وراكي وتعمليه، لو مكسلة وقاعدة بقى ايه مش عارفة تبدأي منين. انتوا شفتوا اهو الدنيا كانت عاملة ازاي وعلى طول يعني. الحمد لله قدرت المها كده في ثانية ورجعت نضيفة تاني، يعني ما تعبتش والله ولا اي حاجة. حاجات بسيطة قوي عملتها، هي الكنسة وتلميع الاماكن اللي باينة، لو في تراب كده على رفوف او ازاز او حاجة بنلمع، وشلت الفرش وحطيت غيره. التنظيف سهل والله ما بيتعبش، بس يعني رتبي افكارك كده قبل ما تبداي في اي حاجة، واهم حاجة طبعا تسمي الله كده وتستعيذي بالله من الشيطان، عشان هو ده اللي بيقعدنا ويكسلنا ويخلي الدنيا كده قدامنا ايه، تحسوا ان يعني في جبل كده هموم ومش قادرين نقوم نعمله. بس شايفين بقى هنا بصوا الدنيا اتلمت اهو الحمد لله بقت تمام ونضيفة. بس يا حبايبي كده يكون الفيديو بتاعي خلص، اشوفكم على خير ويلا مع الف سلامة.